السلام عليكم يا استاذ اسماعيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت النهارده بقى عازمنا على المعرض، احكي لي ايه حكايه المعرض بقى دي؟ والله المعرض ده بيعتبر المعرض الختامي لجميع إدارات القليوبية. جميل، تبع التربيه والتعليم التربية يعني؟ والتعليم. اه مديرية بنها بيعملوا كل سنة معرض للإدارات. الأول الإدارات، كل إدارة بتعمل معرض، والمدارس اللي في الإدارة ديت كل واحد بيشارك بالعمل بأحسن عمل عنده. وبعد كده بينتقوا في المعرض بتاع الإدارة ده، بينتقوا الحاجات الكويسة ويروحوا بيها معرض في بنها. فالسنة دي عملوه معرض واحد بس. الإدارات كلها بتاعت محافظة القليوبية النهاردة بتعرض في مدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية. حضرتك قلت لي ان تقريبا المحافظ سياده المحافظ جاي وكده يعني؟ اللي انا اعلمه ان سياده المحافظ جاي، والسيد وكيل الوزاره وناس كتير قوي يعني الناس طيب نقدر نقول الاعمال دي كلها حضرتك والفريق بتاعك هو اللي عامل الحاجات دي كلها يعني، ولا في حاجات جاهزه؟ الحاجات دي لا، الحاجات دي فطرتي، وده عمل يدوي يعني. كل دي اعمال يدويه؟ حاجات يدويه، اعمال يدويه بالمنشار اركيدتو والصاروخ وفي شباب من الاعداد المهني بيشتغلوا معايا في الحاجات ديت يعني، وعيال كويسه قوي هيجي منهم كويس قوي يعني. بيشتغلوا في شغل الاركيت بقى، بعلمهم ازاي يمسكوا المنشار وازاي يخرم بالشنيور والحاجات دي يعني. وان شاء الله في يعني حاجات كويسه قوي يعني ان شاء الله نعرضها في كل مره. احنا بنحاول نستغل التربيه الفنيه بان يكون لها اشغال. دي مرايه، دي المفروض ده كونسول، بس احنا يعني ايه بنديله شكل اسلامي مع شويه ورد يعني كانك في الجنه يعني. ودي برضه مرايه برضه، كلها دي حاجات يدويه. ودي حاجات يدويه لان الحفر ده كله بالقطر. يعني الحفر والحاجات دي كلها بالقطر يعني. آلة سهله انك بتاخد مجهود برضه طبعا بتاخد مجهود. الحاجات دي كلها بقى يعني استغرقت منك قد ايه عشان تخلصها يا استاذ اسماعيل؟ الحاجات دي طبعا هو بالاستعانه بالله طبعا، ثم الطلبه بقى اولادنا بيشتغلوا معانا. بتاخد اكيد فريق معاك. مجموعه معاك اللي بيصنفر ومعاك اللي بيقطع ومعاك اللي بيعمل. فبص ده العمليه ايه؟ بنطلع منتج كويس، وده ممكن يبقى منتج عام يتسوق في وبينزل. قد ايه بقى الفتره اللي انت عملت خلصت ده؟ بدات اول ما بدات لغايه لما خلص خد فتره وقت قد ايه؟ هو بيعتبر يعني فتره السنه اللي انا شغال فيها من اول شهر 10 او شهر 9 نص 9 كده لحد شهر ابريل. هي دي الفتره اللي انا بعمل فيها الحاجات دي. فتره الدراسه 9 ابريل يعني. من شهر 9 لغايه شهر 4 يعني. دي فتره الدراسه. دي كلها حاجات كلها الاباجوره دي كلها يدوي كده ده شغل يدوي بقى. مدارس ثانيه او ادارات ثانيه يعني. دي مدرسه بسوس. مدرسه بسوس الاعداديه. طب يعني انا عن نفسي انا اول مره اسمع عن المعرض ده لان مفيش الناحيه الاعلاميه ما اتكلمش عنها خالص يعني. محدش بيتكلم بقى، ما احنا قلنا ان نستعين بحضرتك يعني ان شاء الله. لا لازم يبقى في قنوات تلفزيون تيجي تصور ويعرفوا النشاط التربيه والتعليم يعني. المفروض في اللي هو المكتب الصحفي في التربيه والتعليم، المفروض هو بيقوم بالحاجات دي كلها وينشط ليها يعني الناس تعرف التربيه والتعليم بتعمل ايه. حاجات كلها بسم الله ما شاء الله يعني. دي حاجات بقى كلها من فضل الخشب. مدرسة بهتيم الثانوية بهتيم. دي حاجات كلها فضلات من الخشب. فضلات من الخشب. ان هم يصنفوها ويعملوها حاجة يعني. انا ارسم لهم هم يبتدوا يشتغلوا. يعني كل المدارس دي تحت يعني انت بتشرف على كل المدارس؟ لا انا على مدرسة واحدة. انت على مدرسة واحدة؟ انا مدرسة واحدة، إدارة غرب شبرا الخيمة. بقية المدارس دي بتعرض بس هنا؟ هم كل الادارات بيعرضوا، كل الادارات بتعرض. طب المراية اللي قدامك دي بقى يا استاذ اسماعيل ده تبعك ولا تبع؟ دي تبعني، دي تبع المهنية دي. المدرسة المهنية. لا جميل بصراحة يعني. شغلهم برضه ايه يعني. طب انت لما بتبدا تصنف في الشكل ده هل بترسمه على حاجه الاول ولا بتحفر على طول في الخشب؟ لا انا بعمل التصميم الاول. الزق خشب جنب بعضه بالمساحه اللي انا عايزها، المسافه. وبعدين ابتدي ارسم عليها التصميم على يعني حاجه صغيره كده يعني. والتصميم اللي يعجبني اروح مكبره. تصميم مرايه زي دي كده. اللي هي دي كمان بتتفتح؟ دي بتتفتح. الله. اسمها بوابه.
جميله جميله. اسمها بوابه، مكتوب من فوق بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اهو. بسم الله ما شاء الله. وبعدين قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. لا جميل. يعني بنحاول دي على طول بتحفر كده في الخشب ولا بترسمها؟ يعني حاجه زي دي كده بترسم وبعدين الاول على ورق مثلا ولا؟ لا على طول على الخشب كده على طول. انا عشان برسم، انا برسم على طول. ايوه ايوه. واستخدام فن النحت على الخشب MDF اللي هو معمول من ورق الكرتون والحاجات ديت، بيستخدموه برضه، بيبقى سهل جدا مع الطالب ان هو يشتغله بالقطر ويصنفر حاجات بسيطه يعني. مدرسة جزيرة النجدي. أسرة المجال الصناعي مدرسة إيه؟ مدرسة جزيرة النجدي. ومدارس المجال محمد سعد زغلول، ومدير المدرسة. ده دي أسماء السادة المشرفين يعني. دي هنا مدرسة أم المؤمنين. المركبة بقى دي تصميمك بقى ولا ايه؟ دي انا كنت عاملها مركب الشراع ده كله. لا ده الشراع ده مش انا اللي عامله، ده في ناس تانية من ادارات تانية بيعملوا الحاجات ديت، ناس برضه فنانين قوي يعني. دي برضه مدرسة كفر ايه؟ كفر شكر. كفر شكر التعليمية. الحرام لازم مجهود الناس ده كله لازم يطلع يعني. لازم المجهود ده كله لازم يظهر اعلاميا يعني. يا ريت يعني في ناس في التربيه والتعليم بصراحه بيعملوا شغل كويس بس ما لهمش حظ. يعني انا بالنسبه لي انا بشتغل مع الوحده المنتجه اللي بتلف جميع المحافظات، بنعرض شغلنا، كل الادارات بتعرض في جميع المحافظات. السيد وكيل اول وزاره التربيه والتعليم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ رحاب، صحفيه في جريده البرهان. اهلا بحضرتك. انا شايفه مجهود كبير بس يعني مش معروف لدى العامه يعني. بس انا معلش كان نفسي يبقى الطلبه معانا في هو كان الاستاذ كان عايز الاولاد تقدم العرض نفسه. الطالب يعرض، نفس الطالب يعرض، نعلمه ازاي يتكلم وازاي يجي اي مسؤول يتكلم معاه. هم منعين يخشوا الطلبه مش تبع. لا، ما احنا مش غلط. يعني هم منعين بره اصلا الطلبه يخشوا. انا شايفه في مجهود فني بصراحه يعني مين اللي عمله؟ الاولاد. الاستاذ ايه الدليل؟ هو عايز الاولاد تبقى موجوده في اسماعيل. ماشي طيب احنا مش معتادين، انا حضرتك مش معتادين، احنا مش معتادين على هذا الكلام ان نجيب الطالب يشرح. لان الطالب ما بيشرح عشان حاجه. تبقى مسؤوليه. اتعرف بحضرتك؟ رأفت عبد الحليم مدير المدرسه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ما انت واقف جنبه واذا غلط في حاجه عادي. ده اللي بيحصل حضرتك، ده الطبيعي. انا بقول لحضرتك انا بتكلم عن المنتج اللي احنا بنعمله. يعني بص حضرتك دي معموله طالب مع المدرس. طبعا لما الطالب واقف هو اللي بيتابع الطالب ان شاء الله يعني يكون متجهز له، لان هم زي ما قلت لحضرتك المعرض مش مقابله. المعرض مش معرض مجال بس. لا ما انا عارفه بس انا فتحط اللي هتخانق مع الاستاذ نور هو اللي جابه، تتخانق مع الاستاذ المكتب تحته وتبتدي وهتسجلي معانا وهتلاقي المعرض بس كله كل حاجه عن نشاط المدرسه. المجال بس نشاط المدرسه كله. المدرسه ماشي. النشاط ما هو نشاط المدرسه بيبان نشاطك انت في المدرسه هنا. لا نشاط كله علمي. ما هو انت مش حياتك تحت ادارتك يبقى لازم كل ده. انا اقل واحد فيه. دي العين اداره ناجحه. انا اقل واحد فيه. اوكي بس يبقى هو يعني ده فريق عمل. لو فريق العمل لو ما حصلش اداره ناجحه ليه لازم هيستفيد. لا انا دخلت هنا ما هو الكلام ده بقى هيحصل ده في المدرسه بقى. الكلام ده هيحصل يعني احنا بنرتبه كده. الله يبقى انت على قديمه بقى. انا حبيبك وبحترم صوتك. ربنا يخليك يا حبيبي. استاذ عماد طبعا من مدرسين المجال الصناعي هنا في المدرسه. اهلا وسهلا. الناس اللي هي بتشقى بصراحه في المعرض وبتفضل تدق وتعمل. استاذ بطرس
استاذ بطرس برضه من الناس اللي بتبقى شقيانه معانا هنا، ركب هنا يحط هنا مش عارف، لا كده غلط. لازم يبقى فريق عمل يعني، ما حدش بيعمل حاجه لوحده. بيستحملوا والله، بيستحملوا طبعا. والله ما واخدين حقهم الناس دي. مفيش حد والله الناس دي ما واخده حقها يا جدعان يعني انا شايفه مجهود، بس هم يكفي ان هم بيعملوا ده بحب. طيب الفسقيه بقى دي مين اللي عاملها بقى؟ الفسقيه دي بقى الست اداره طوخ، اداره مدرسه طوخ الثانويه بنات. ما شاء الله. اسره المجال الصناعي عندهم هم اللي عملوا. وده ايه بقى؟ الشهداء. قبر الشهيد. كفر الشكر. مدرسه في مدرسه سنيت الاعداديه. حلو. ده دخل حاطين صور الشهداء. الشهداء وصوره السماء. جميل. ده زي نصب تذكاري يعني. الله. دي مدرسة الحصة. مدرسة الحصة. مدرسة الحصة؟ الحصة دي تبع طوبة. أنا شايفة بصراحة مجهود جامد جدا، والمفروض يبقى فيه دعاية إعلامية أكتر من كده. عامة أستاذ إسماعيل، مؤسسة البرهان بتقول لك ألف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، وإن شاء الله مزيد دايما من النجاح ومن المعرض بأمر الله يعني. الله يخليك، احنا متشكرين جدا. وواضح إن فعلا في مجهود كبير مبذول في المعرض يعني. ده أنا لسه ما كملتش بيت المعرض، أنا ده بس الجزئية الصغيرة دي. ده المجال الصناعي بس لإدارة محافظة القليوبية. لا فعلا ده حاجة المجال جميلة. الصناعي بس، في بقى التربية الفنية وفي الوحدة المنتجة وفي مجال الزراعي حضرتك، مجال الزراعي ورانا. هنتفرج على كل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لا الف مبروك لمعرضك يا استاذ اسماعيل، والف مبروك للجروب كله اللي معاك يعني. الله يخليك الله يخليك.